في تجربة اتعملت في 2001 على 3 مجموعات عشان يدربوهم على عدد التدريب. المجموعة الأولى انطلب منهم إنهم يسجلوا عدد مرات التدريب، يعني يضربوا كم مرة أسبوعيا وكده. المجموعة التانية طلب منهم برضه نفس الكلام إن هم يسجلوا عدد مرات التدريب، ولكن حاجة زيادة اللي هي جرعات التحفيز. خلوهم يقرأوا عن فوائد التدريب، هو بيحسن صحة القلب، إنك تظبط شكل جسمك بقى وكده، يعني زي ما تقول كده ادوهم جرعة تحفيزية. المجموعة التالتة سجلوا نفس الكلام، عدد مرات التدريب ونفس الجرعة التحفيزية، وحاجة كمان تالتة وركز معايا في ديت قوي، طلب منهم ان هم يحطوا خطة لإيه بقى؟ خطة لإمتى وفين هيتدرب. المجموعة الأولى والتانية نسبة إقبالهم على التمرين كانت 35% و38%. المجموعة التالتة نسبة إقبالهم على التمرين كان 91%. عارف السر كان فين؟ كان في الخطة اللي هم حطوها. حطوا خطة بمكان ووقت العادة اللي هم يعملوها اللي هي التدريب، والخطة دي بنسميها نية التنفيذ. هتعمل لي سلام.